والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم أبو بشار العبد العزيز أبو خالد، الحمد لله الواحد القهار، قهر الظلمة بحضور النهار، وأحل الحلال وحرم الحرام، وما حرم من شيء إلا عوضه بالحلال، فحرم الزنا والكفاح وأحل الزواج والنكاح، لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز من قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وعن نبينا الكريم قال: إن الزواج سنتنا من سننه، وتبع من ترغب عنه فقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكما حسن الرسول الكريم الزواج وجعله وقاية من الإثم والانحراف، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الإخوة الحضور الكريم، وقد بين لنا رسولنا الكريم صفات المرأة التي تطلب للزواج، فقال: تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين قربت يداك. الأحباب الجواد الكرام، الحضور الكرام، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن ظفرنا بتلك الأرض مجتمعة في شخص من أتينا من أجلها وأهل بيتها. ولكن والله يا إخواني يا أهل الجراد، ما أردنا بنسبكم هذا أن نبني قصرا أو نجري نهرا، وإنما اليوم جئنا لنزداد عزا على عزنا، وشرفا على شرفنا، وشهامة على شهامتنا، من خلال ولدكم طارق وابنتنا الأستاذة بسينة. ولا أقول العكس، لأنها أصبحت من دمنا ولحمنا وعرضنا. الأهل الجراد جئنا من منطقة حديث رسولنا الكريم: تخيروا لنصفتكم في العرق دسات. جئنا للعمل بالقول المأثور: اختر لابنك خال. جئنا نبحث عن أخوال لأحفادنا لنفتخر بهم، قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفاخر بخاله سعد بن أبي وقاص ويقول: سعد خالي فليرني كل منكم خاله. ونحن يا إخواننا الكرام في عزبة الجراد عامة وآل الجراد خاصة، جئنا اليوم نختار ابنتكم الغالية الأستاذة بسينة، أما يفخر بها أحفادها بإذن الله. ولكن لا يفوتكم أيضا أننا آل الفاخور عامة والجاهة الكريمة أننا جئنا بابن وابن أخ وشاب وسيم اسمه المهندس طارق فاخوري، يفخر به أبناؤه وبناته بإذن الله.
الأهل الأنساب الكرام بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء المرحوم كامل محمد فاخوري وأبناء عمومتهم أقول لكم: دخلنا بيتكم العامر من الأبواب ودسنا بخاطركم، وحضر معنا هذه الجاهة الطيبة الكريمة من الأهل والأقرباء والأنسباء والأصدقاء من أهالي مدينة طول كرم والجوار، مع ولدنا المهندس طارق الشاب النقي التقي لطلب يد ابنتكم العفيفة الشريفة المصونة البكر، وإن الحنف والنسب والدين الآنسة أستاذة حسينة على كتاب الله وسنة رسوله الكريم، عملا بقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأمل من الأهل والأنساب أن نسمع منكم الرد والجواب مع تزيد الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فيعني أكثرت من الآيات والأحاديث كما أبديت لنا شيئا. على أي حال يعني سنجيبك بما أنهيت به خطابك، حيث قلت كما قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والحقيقة يعني لنستغل الفرصة ووجود هذا الحضور الطيب ولنتكلم بمزيد قليل يعني في توصيات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: رفقا بالقوارير. هذا توصية في النساء، يعني يجب أن يقول: فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. لذلك أوصي أخونا إن شاء الله يجعل وقت مبارك، وربنا بالنيابة عن عائلة الجراد الكريمة وأبناء المرحوم أخي عدنان فريد جراد أبو فريد، نحن نجيب بالقبول لطلبكم ونقول له: بارك الله لك وعليك وجمع بينكم على خير، وإن شاء الله يعني نهنئ عريسنا في هذا الطلب.